وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذه الآية لا يوجد فيها دلالة على الإرث المادي، إرث ملك ونبوة. نعم، شكرا لكم. الله سبحانه وتعالى بين في القرآن الكريم بأن الأنبياء قد ورثوا أبنائهم الملك وأيضا النبوة. أستاذي الكريم هو الآن يريد أن يبين لنا هو قال أن النبي سليمان ورث الملك من أباه. كيف للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرثه أبناؤه؟ هو ورث الملك. الملك ما هو الملك؟ هل هو فقط مجرد منصب؟ لا أبدا، الملك فيه أيضا قصور وفيه أبنية وفيه أراضٍ وفيه أموال وفيه كل شيء. يعني تصور أنه إنسان يرث الملك، يجلس يعني يرث مجرد كرسي يجلس عليه، كيف سيسير الدولة وشؤونها؟ كيف سيديرها؟ من أين سيصرف على جيوشها؟ وأي ملك بدون أرض؟ ماذا سيحكم؟ هل سيحكم مجرد بيت أو قصر؟ لا أبدا، سيكون أراضٍ تحت يد هذا الشخص الذي هو قائم على الملك.